أحباء صفحة تقنيات وعزف المزود، مرحبا بكم. نتقابلوا اليوم في موضوع جديد، هو كيفية اختيار الظرف. نعاود، كيفية اختيار الظرف. الحقيقة سؤال تكرر برشا مرات على الصفحة، هذاك علاش اخترت نجاوب عليه بفيديو إن شاء الله باش تكون المعلومة أوضح وأسهل للناس الكل. موضوع كيفية اختيار الظرف هو موضوع مهم برشا، يهم بالأساس العازفين والمغرومين الجدد، وفي بعض الحالات يهم بعض العازفين القدم اللي مازالت عندهم مشاكل في العزف. أصل المشكلة هو الشكوى أو الظرف وطريقة التحكم فيها. قبل كل شيء نحكيه شوية على الظرف من الجانب التقني. الظرف هو مكون طبيعي 100%. اللي يهمنا في الظرف هو الدور متاعه أو المهمة متاعه. ولو كان نسأله أي عازف جديد وأي شخص لا علاقة له بعزف المزود ونقولوا له شنية المهمة متاع الظرف، باش يقول لنا يخزن الهواء. صحيحة الإجابة لكنها منقوصة، ومنقوصة من أهم حاجة في الإجابة، خاطر الإجابة كاملة هي الظرف يمكننا من خزن الهواء وخاصة التحكم في الهواء. يقول القائل علاش نقولوا حاجة تهم العازفين الجدد اللي يتعلموا؟ على خاطر العازف الجديد اللي يتعلم بصفة عامة يتأثر بعازفين أخرين، خاصة العازفين المحترفين، عن طريق فيديوهات، عن طريق تلفز، عن طريق سهرية. وأول حاجة يعملها يحاول يقلدهم حتى في الماتريال. كي يمشي يشري مزود أول حاجة يعملها يختار ظرف صغير، وهذه غلطة كبيرة. ولهنا باش نحكي على الإيجابيات والسلبيات نتاع الظرف الصغير والظرف الكبير. إيجابيات الظرف الصغير إنه يتنفخ بسهولة شباب، لكن السلبي نتاعو إنه يصعب علينا طريقة التحكم في الهواء. بالنسبة للظرف الكبير من المتوسط إلى الكبير أقل جمالية، لكنه يسهل طريقة التحكم في الهواء اللي باش نخرجوه عن طريق الكفة واللي يخرج في شكل صوت. لهنا نحب نوضح اللي الظرف كي باش نحطوه شيرة اليمين ولا اليسار باش ننزلوا عليه بالمرفق، نقولوا نحن ضبوط حسب الفوليوم نتاع الهواء اللي باش يخرج من الكف. السر لهنا في الزاوية هذه، كل ما يكون الظرف صغير الزاوية هذه تصغر، وكي تكون الزاوية هذه أصغر طريقة التحكم وطريقة النزلان تكون أقل قوة وأصعب. وقت اللي الزاوية هذه تكبر طريقة النزلان وطريقة التحكم في الظرف تكون أحسن وأقوى. كيف نحط الظرف لهنا جربوها حتى وحدكم. كي تبدا يدك قريبة أقل قوة، لكن كي تبدا يدك بعيدة السرعة متاع النزلان والقوة متاع النزلان إلى جانب طريقة النزلان والتحكم. هذاك علاش يرجى بالنسبة للمبتدئ في عزف المزود إنه يشري ظرف متوسط أو أكبر شوية من المتوسط إلى كبير، بطبيعة الحال حسب المورفولوجي نتاعو. مش كيما عابد طوله تبارك الله 2 متر وكيما عابد طوله 1.50 متر. يشري المزود حسب بدنه هو، مش يشريوا له العباد، ويركز إنه الزاوية هذه تكون كيما نقولوا 60 درجة، 45 هك تاع ظرف صغير. راهو شوية حاول باش تكون هك، حاول باش تكون يدك هك، تكون يدك هكا تاخذ راحتك خير. هذا هي الفيديو متاع اليوم والنصيحة متاع اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش كالعادة جيم وبارتاج، وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو مرة أخرى.